المهدي ردوه للمغرب من بعد 7 سنين ديال الغربة في اسبانيا وبالوراق ديالو. حكيم بقى عايش تما بخير ولا خير. ايوا سيادنا، هاد القصة اللي غادي نعاود لكم هي قصة حقيقية. الحكاية بدات في سنة 1989. جوج ديال الأصدقاء، المهدي في العمر ديالو 22 سنة وحكيم في العمر ديالو 22 سنة و6 شهور. هاد جوج الأصدقاء فكروا يمشيو لإسبانيا. ديك الوقت اسبانيا ما كانش فارضه الفيزا على المغرب، فقط بالباسبور ديالك تمشي لاسبانيا. عجبك الحال بقى تما، ما عجبكش الحال زيد القدام او رجع المغرب. المهدي كان تيخدم وبا عطاه 6000 درهم باش يمشي. حكيم كان تيقرا في الجامعه وبا عطاه 1000 درهم وهو كان جامع 1000 درهم اخرى. 30 شهر 12 1989 مشاو المحطه ديال التران، قطعوا البي ومشاو لطنجه. هذيك الليله باتوها عند العائله ديال المهدي، اللي غد ليه هبطوا المرسى وقطعوا البي ديال الباطو باش يمشيو لاسبانيا. ملي كانوا راكبين في الباطو، حكيم قال المهدي: شوف، ملي نوصلوا للبوليس ديال اسبانيا انت ديما بقى مورايا، غادي يسولوني وداك الشيء اللي غادي نقول لهم عقل عليه انت. لان حكيم كان تيقرا بالجامعه وكانت عنده درايه باللغه الاسبانيه. من بعد 3 ساعات ديال الرحله في الباطو وصلوا للخزيرات. بداو الناس كيوقفوا كيديروا الصف باش يطبعوا الباسبورات ديالهم. وصلت النوبه ديال حكيم والمهدي لاصق فيه من اللور. حكيم عطى الباسبور ديالو البوليسي، ضرب عليه، شاف فيه استوديانتي يعني طالب، قال لي اعطيني بطاقه الطالب. حكيم ضرب يدو للجيب، جبد بطاقه الطالب هو يعطيها البوليسي. البوليسي ما عطلوش، ضرب ليه 3 شهور في الباسبور ودخل لاسبانيا. وصلت النوبه ديال المهدي، عطى الباسبور البوليسي شاف بانه عامل ويقول لي اعطيني بطاقه العامل. المهدي ما فهموش، البوليسي هو يدير ليه الرفض، دار ليه التينيغادو في الباسبور ديالو، دخلوه لواحد البيت وسدوا عليه. حكيم دخل اسبانيا بوحدو، تخربق ليه البلان وما عرف ما يدير. مشى للمحطه ديال التران وبقى جالس كيفكر. طاحت عليه الفكره باش يمشي لمالاغا يدوز راس العام تمايا. وبالفعل مشى لمالاغا، دوز هذيك الليله تما، ولا غد ليه مشى للمحطه ديال التران. هو يتلاقى مع 5 ديال المغاربه، بقاو كيهضروا بيناتهم. هما يتفقوا كاملين باش يمشيو لألميريا، وبالضبط في الروكيتاس ديال مار، لان واحد فيهم كان ديجا تما وعارف شنو كاين، وقال لهم بان تما تقدروا تدبروا على راسكم وتقدروا تخدموا. وبالفعل قطعوا البي ومشاو لألميريا. المهدي صاحب حكيم بقى في طنجة، حاول 7 المرات باش يدخل لإسبانيا، غير كيوصل الخزيرات وكيردوه. طب في دوك الفلوس كاملين اللي كانوا عنده. المرة الأخرى وصل الخزيرات وردوه، لكن هذاك الباطل اللي وصل ليه ما كانش غادي يرجع ديك الليلة، كان غادي يبات حتى لغد ليه. جمعوا كاع دوك المغاربة اللي غادي يردوهم، دارهم في واحد البيت وسدوا عليهم. مع 2 ديال الصباح 5 المغاربه اتفقوا بيناتهم، فرقعوا الشرجم ديال داك البيت، تلاحوا في الماء، ضربوها عومان، وصلوا للمرسى. المهدي كان معاهم، وصل حتى هو للخزيرات. دبر على صريف هو يقطع بيه من الخزيرات لبرشلونه، لان كان متفق مع حكيم باش ملي دخلوا لاسبانيا غادي يمشيو لمدينه برشلونه. حكيم بقى في الميريا، دبر على خدمه وبقى عايش تما. المهدي بقى في برشلونه كيقلب على صاحبه حكيم. من بعد ما اتصل بدارهم قالوا لي راه صاحبك حكيم كاين في الميريا. المهدي ما عطرش، قطع التران وهبط لألميريا كيقلب على صاحبه حكيم. وبالفعل تلاقى به وفرحوا مزيان. ضربوا واحد المده قصيره في ألميريا، هزوا الباكتاج ديالهم هما يطلعوا لشمال اسبانيا، وبالضبط مدينه لوغرونيو. حكيم كانوا عنده الفلوس، دبروا على دار كراوها وسكنوا فيها بجوج. من بعد واحد المده قصيره داروا الوراق ديالهم وبداو خدامين وبخير ولا خير. المهدي تصر، دخلوه الفلوس، ما بقاش باغي يخدم، ولا عاطي عيش الشراب والحشيش. حكيم عيا ما يهضر معاه. واحد النهار هما يتناقشوا بيناتهم. حكيم هز الصاك ديالو، جمع حوايجو، سمح لي في الدار ومشى لمدريد. المهدي دبر على 5 المغاربه وجابوا مسكنهم معاه. بكثرة الشراب والحشيش والقصير اللي كانوا كيديروها في ديك الدار،
المهدي واحد النهار غادي في الزنقة كيغوت وكيلوح في حوايجو، شدوه البوليس وهما يديوه للسبيطار. بقى تما لمدة 3 شهور وهو كيتعالج. من بعد ملي خرج من السبيطار دار المستحيل باش يتصل مع صاحبه حكيم اللي في مدريد. هاد الاخير شد التران وجا لوغرونيو وخص صاحبه وهبطوا للمغرب. المهدي دا والي ديال السبيطار وبدا كيتعالج المرض النفسي. حكيم رجع لاسبانيا، مشى بالضبط لمدينة مدريد، بدا خدام وتيقرا. ملي تعالج المهدي وخرج من السبيطار مشى لاسبانيا، لكن ما مشاش عند صاحبه حكيم لمدريد، مشى لليريدا. بقى خدام تما واحد المدة قصيرة، جمع شوية فلوس هو يمشي لبايس باسكو وبالضبط في مدينة ايبار. تما تلاقى مع شي مغاربة وبدا كيبزنس معاهم، ضرب معاهم واحد المدة طويلة، دبر على صرف صحيح هو يرجع لمدينة لوغرونيو. تما بدا كتبزنيس صحيح، تما بدا كيتجر في المخدرات، بدا كيتعرف، بداو كيدخلوه الفلوس، شرا الطوموبيل الاولى وشرا الطوموبيل الثانيه، بدا كيتعرف تما وسط المجتمع الاسباني وتار الانتباه ديال البوليس. ويلي كيفاش هاد السيد هذا ما خدامش، عنده 2 طوموبيلات وبيخير عليه، وكيدخل القهوه كيخلص على اللي كيعرف واللي ما كيعرفش، اللي جابوا النهار كيديه الليل. البوليس بقاو حاضين المهدي وعساسين عليه. واحد النهار في المحطه وقفوا واحد الشاب عنده 19 سنه، هو طالب جاي من الخزيرات. قلبوه مزيان، قلبوا ليه الصاك ديالو، لقاو فيه 15 كيلو ديال المخدرات. هما يشدوه وداوه للكوميساريه وبداو تيحققوا معاه. قال لهم انا هادشي هذا ماشي ديالي، انا فقط غير مسخر. هما يقولوا لي قلنا فين غادي بهاد السلعه هادي ولمن غادي بها وغادي نطلقوك. الشاب تاق فيهم، هو يقول لهم هاد السلعه غادي بها المهدي، وعطاهم العنوان ديالو. البوليس تأكدوا بأن المهدي بالفعل كيتجر في المخدرات. البوليس بداو في الإجراءات ديالهم، خداو أوردن من عند الخويس، هم يجيو ليه مع 5 الصباح، فرقعوا الباب، دخلوا ليه للدار، قلبوها مزيان ولقوا عنده 5 كيلو ديال المخدرات تحت الكاما والفلوس. هم يشدوه وداوه للكوميسارية. من بعد داز عند قاضي التحقيق وضربوا ب2.5 ديال الحبس. واحد النهار حكيم كان كيدور في السونتر ديال مدريد، هو يتلاقى واحد الدري كيعرفو، عاود ليه القصه ديال صاحبه المهدي. قال لي راه صاحبك راه مسدود في الحبس. حكيم اتصل بإدارة السجون وبالفعل أكدوا ليه بأن المهدي مسدود في الحبس ومضروب ب2.5 تهمة التجارة في المخدرات. حكيم مرة كيشد التران وكيمشي يزور صاحبه في الحبس، وبالفعل كيدبر عليه باش يشرب قهوة لمدة 2.5. ملي تسالت مدة ديال السجن ديال المهدي خرج من الحبس، غير حط رجليه باش يعانق الحرية، لقى الحرس المدني لا غوارديا سيفيل كيتسناو في الباب، ما عطلوش، شدوه داو الكوميسارية، لغت ليه، صيفطوه المغرب. دابا المهدي يعيش في المغرب، أما حكيم فهو عايش الآن في اسبانيا. هاد القصة أو هاد الحكاية دازت عليها أكثر من 34 سنة، وبغيت نبارطاجيها معاكم باش تكون عبرة الناس اللي كيهاجروا وكيجيو لإسبانيا. حكيم هو أنا عزيز الإدريسي، أما المهدي فهو اسم مستعار ديال الصديق ديالي، ما بغيتش نذكر الاسم ديالو الحقيقي. أحبكم، دمتم آمنين.